قيام الليل عبادة عظيمة ذكرت في القرآن وامتدحها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كمان الطب الحديث بدأ يكتشف تأثيرها الصحي والنفسي المذهل. في الحلقة دي هنتكلم بإذن الله عن قيام الليل من زاويتين: أولا المرجعية الدينية، ثانيا الفوائد الصحية والعلمية المؤكدة. خلينا نبتدي بالمرجعية الدينية لقيام الليل. من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي سورة المزمل: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وكأن قيام الليل كان المفتاح لشخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الصبورة القوية المطمئنة رغم التحديات. وفي سورة الذاريات: بسم الله الرحمن الرحيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الجزء الثاني اللي هنتكلم عنه هي الفوائد العلمية والصحية لقيام الليل. تعالوا نشوف مع بعض العلم الحديث بيقول ايه عن تأثير الصحيان بالليل للصلاة والتأمل والدعاء. الجسم البشري مش بيشتغل 24 ساعة بنفس الكفاءة، في ساعة بيولوجية بتتحكم في كل حاجة، في النوم والهرمونات ووظائف الدماغ والمناعة. لكن في الثلث الأخير من الليل الجسم بيبتدي يفرز أعلى نسب ميلاتونين، الهرمون المسؤول عن التهدئة وتنظيم النوم. ولما بتقوم الوقت ده وتصلي بيبدأ الجهاز العصبي الباراسمبثاوي يشتغل، وده معناه إن ضغط الدم بيقل، نبضات القلب بتهدى، والتنفس بيبقى أعمق وأبطأ. ودي بالظبط الحالة اللي بيسموها العلماء restorative state أو حالة استشفاء ذاتي. الدراسات الحديثة بتقول إن الناس اللي بيمارسوا تأملات ليلية بترتفع عندهم الناقلات العصبية الإيجابية زي السيروتونين والدوبامين، وده بيقلل فرص الاكتئاب وبيحسن التركيز وبيعالج الأرق. والمفاجأة اللي بيقوموا بالليل بشكل منتظم جهازهم المناعي بيكون أقوى بنسبة 30%. الذكر والدعاء بيقلل إفراز الكورتيزول وده هرمون التوتر، وبيزيد من هرمون السيروتونين المرتبط بالراحة النفسية. ده كمان بيسبب تعزيز التركيز والإدراك العقلي، لأن الاستيقاظ مبكرا بيحفز المخ ويقوي الجهاز العصبي. والسكون والسكينة بيخلوا الدماغ في أفضل حالاته الإبداعية. مش بس كده، ليه تأثير كمان على صحة القلب، وده بيساعد على تنظيم هرمونات التوتر اللي ممكن تؤثر سلبا على صحة القلب. كمان تحسين جودة النوم، رغم ان البعض بيظن ان قيام الليل او ان احنا نصحى بالليل عشان نصلي ده هيقلل من فترة نومهم وهيضايقهم. الحقيقة ان النوم بعد قيام الليل بيكون اعمق واريح. النوم على طهارة وذكر بيزيد من جودة النوم بشكل رهيب، وعشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى يدعونا لقيام الليل فهو بيدعونا لعبادة بتجمع بين رضا الله سبحانه وتعالى وبين إصلاح النفس والجسد. والعلم بيأكد اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى من 1400 سنة، واللي طبقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه كان بيقوم الليل حتى تورمت قدماه. قيام الليل مش رفاهية، ده مصدر قوة. سواء كنت بتدور على راحة نفسية أو استقرار جسدي أو عايز تحس بالقرب من ربنا، ابدأ ولو بركعتين. جرب وشوف الفرق بنفسك. ودي كانت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. سلام.